سلام بنات، جيت نوضح لكم هنا في هذا الفيديو. اول حاجه كما كنقول لكم ديما الترطيب، البشره كتحتاج الترطيب. رطبوا بزيت اللوز الحلو راه مزيانه بزاف. البنات هذه اول حركه كتخليو الخدود يبقاو هكاك طالعين والخدود كيوليو عامرين. البنات الا بغيتو تخدموا على راسكم وعلى الوجه ديالكم ما تديوش في الهضره ديال الناس، بداو من دابا غسلي وجهك، نقيه مزيان، جيبي الزيت ديالك دهنيها وتبعي الحركات يوميا ما تخسري والو. وصدقيني غادي تلاحظي الفرق في البشره ديالك وتهلاي في راسك. والله ما يتهلا فيك شي واحد الا ما رديتي البال لراسك نتيا. المهم انا ما كيعجبنيش الصراحه نبقى نهضر بزاف في الفيديو. بحال واحد السيده كتبات كتبت ليا، قالت لي زعما اتقي الله كتكذبي على الناس، درتي الصوره ديالك قبل وبعد. راه واخا نبان ليك صغيره، انا راه الوجه ديالي كان مكرفص ديال بصح، كان مكرفص وضعيف، ولكن مع هاد الحركات والمداومه كنديرهم يوميا الحمد لله وجهي رجع مزيان. غير هو الغلط اللي درت. وهاد الحركه الثانيه البنات حتى هي كتعمل على نفخ الخدود. تقريبا هاد الحركات كامله اللي غندير لكم راه كينفخوا الخدود وعندهم بزاف ديال الفوائد وكتهناي من تجاعيد. بلاصه ما انك تمشي ديري البوتوكس ولا الفيلر، ها هو البوتوكس والفيلر ديالك هما هاد الحركات. المهم الترطيب هو اللي مهم، وداومي عليهم. كنأكد عليكم ونعاود كل ليله ديري هاد الحركات. اعطي وقت لراسك واحد شويه وتهلاي في راسك وما تبقيش تحلي ودنيك لعباد الله. حيت كاينين بزاف ديال الناس كيبقاو يقولوا ما تيديروا والو، راه مشكله ما كداوموش البنات. صدقوني انا فاش كنت في الخدمه ديالي كنمشي واحد البنت صاحبتي كانت كتقول لي تبارك الله حناك بحال ديال الممثلين. قلت لها شنو كندير؟ كنت كندير غير هاد الحركات هما اللي نفعوني، واخا حبستهم مده بقى تبارك الله وجهي متراسي وبقاو الحنيكات ديالي طالعين. راه خاص غير الانسان يحيد منه العجز. وحتى هاد الحركه الثالثه حتى هي كتعمل على شد الخدود وكيبقاو حنيكاتك هكاك طالعين ومتراسين. ما تخسري والو. نوضي بداي من دابا وحيدي عليك العجز. انا هنا باش نحيد منك داك العجز، غادي نسوسو عليك بزز منك غادي يحيد. المهم تبعوا هاد الحركات كلهم كيعملوا على نفخ الخدود وعلى نفخ الوجه. وجايين ان شاء الله فيديوهات بزاف. كنت كندير الموسيقى زعما ما بغيتش نشرح لكم غادي تفهموا راسكم، ولكن دابا اضطريت نشرح حيت كنشوف شي ناس في التعاليق كيبقاو يقولوا شي هضره اللي ما ليها حتى شي معنى، حيت هما ما كيتبعوش كيبداو وكيملوا وصافي كينسحبوا. واخا تكون عندك 50 عام رطبي وجهك وشربي الماء مزيان، وفي الصباح ديري الواقي ديال الشمس ديالك وديري وصفات طبيعيه لوجهك. وضروري الواقي ديال الشمس حيت هو اللي غيحمي لك وجهك. مفاهمين البنات؟ يلا نوضوا، بغيت لكم غير الخير والله. الغلط اللي درت انني ما صورتش وجهي قبل وبعد، فهمتي؟ حيت انايا كنت كنديرهم واحد الفتره وحبستهم ورجعت عاود تاني، ولكن راه واعرين بزاف. صدقوني غادي تهناو من التجاعيد الخفيفه، تهناو من الترهل ديال الوجه. فهمتي؟ حتى الحركات ديال الانف راه حطيته لكم، دخلوا شوفوه راه مزيان بزاف. البنات خاص غير المداومه، والله كلشي ديروه بايديكم. ما تحتاجوا لا طبيب ديال التجميل لا برودويات غاليه لا هادوك اللي تيضلوا يكذبوا عليكم في البرودويات بلا فايده. غير بايديك بنادم يخدم غير دماغه. راه كتشوفوا الكوريين راه غير بهاد الحركات تبارك الله لا رجال لا نساء وجههم كيبقى متراسي ومجبد، ولو تجعيده وحده ما كتلقايهاش وكتلقي واحد النضاره في الوجه ديالهم. وهاد الحركات كيخليو وجهك مورد وفيه واحد النضاره ما نعاودش لك. صدقوني البنات غير داوموا عليهم، راه كنأكد عليكم حيت كنعرفكم معكازات ما تنوضوا ديروا والو. خاصكم التحفيز، داكشي علاش انا كنحفزكم. شي حاجه كنديرها انا وجات معايا في طبيعه الحال غنشاركها مع الناس، ما غنخليهاش عندي انايا. فهمتوني؟ نسيت وحده قالت لي كذبتي على الناس وانتي زعما متقيه الله وكذا. هذيك التصويره راني حاطاها باش نبين لك زعما واخا يكون وجهك هكا تقدري تصلحيه. فهمتي؟ تقدري تصلحيه. تكون عندك 25 عام بداي من دابا، من دابا بداي هاد الحركات باش منين توصلي
50 عام 40 عام تلقاي راسك الحمد لله باقي وجهك منور وهكا كيدير. فهمتوا الفكرة اللي بغيت انا نوصل؟ والله يهديكم. المهم انا عارفة كاينين الناس هنايا اللي راقيين وفاهمين وعارفين شنو كاين. يعني انا هاد الحركات راه ما كنبيعهم لكم ما والو، انا كنشارك معاكم داكشي اللي كندير وداكشي اللي ينفعني. وبلا ما نطول عليكم، تهلاو ليا في راسكم ونوضوا يا المعيقيزات، نوضوا نوضوا.